فريق الوداد مع نادي بلدي العيون. تعود المحاوله، اول فرصه ومحاوله لبدايه فريق المالي، تدخل وابعاد الكره ممتازه. لاعب ياسمين مرابط المنتخب المالي، لاحظوا الانطلاقه ثم تدخل امام اللاعبه، هذه تنفذ من طرف المدافعه فاتو ديمبيلي، رفعت الكره داخل منطقه الجزاء، الكره بالراس دائما محاوله خطيره لفائده منتخب مالي وتدخل منتخب غزلان الشباك. هناك انطلاقه ديال فاطمه تاكلت على مستوى الجيل، وصلت فرصه، الكره طويله شيء ما في الوقت اللي الحكم المساعد رفع رايه المنتخب الوطني المغربي. هناك انطلاقه ديال ايمان سعود وخروج الحارسه، خروج كوناتي دودو في الكره الاخيره. طب تجي من حنان ايت الحاج، حنان ايت الحاج كتمرر في الجهه اليمنى، ترجع الكره من طرف اللاعبه ايمان سعود، هذه فرصه ولكن كان خرج من دور المجموعات بعد ما كان في مجموعه ضمت غانا نيجيريا واثيوبيا. هذه فرصه الهدف، فرصه الهدف، والهدف الاول، هدف اول لفائده المنتخب الوطني المغربي بواسطه اللاعبه ابتسام اجريدي، يمكن من سلال، وبالتالي اذا هدف اول بواسطه اللاعبه ابتسام جريدي ويساند المنتخب الوطني المغربي في هذا اللقاء وفي هذه المباراه. اكيد بنسبه كبيره بين النسوه وضع الكره في الشباك، فرحه كبيره الجمهور الحاضر واللي غادي يصب في صالح المنتخب الوطني المغربي. مشات الكره في الجهه اليمنى، هذه فرصه ومحاوله لفائده المنتخب الوطني المغربي من الجهه اليمنى، امكانيه التمريره ولكن مشات سهله. ولعبت بالدوري الاحترافي المغربي، طلعت كره داخل منطقه الجزاء، محاوله خطيره لحسن الحظ بانه بالتالي الكره خرجت خارج ارضيه الملعب. لاحظوا كان تواجد جوج ديال اللاعبات والكره تمر من امامهن وبالتالي كتخرج خارج ارضيه الفريق الاهلي السعودي. نتابع من جديد هذا الفرصه وهذه المحاوله. فاطمه تاكناوت، يعني لاحظوا الانطلاقه ديال ابتسام اجريدي من وراء ظهر المدافعه ديال المنتخب المالي، خروج الحارسه كوناتي ادودو، ابتسام اجريدي اكيد بنظره ثاقبه للمرمى، واكيد تحرك كان ممتاز، تضع الكره في الشباك وهدف اول لفائده المنتخب الوطني المغربي. اذا 1-0، هدف مبكر في هذه المباراه. لاحظوا الفرحه الكبيره ديال ابتسام جريدي، لانه حتى كل ما تحقق انتصار اكيد بان المباريات كانت تقدم حلول. مراوغه ممتازه، هناك خطا، الحكم خلات امتياز مادام الكره دائما لفائده المنتخب الوطني المغربي، ولكن انطلاق على مستوى الجيل من هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي، تمريره ممتازه لكن الكره كانت مشات الكره في الجهه اليسرى لفائده المنتخب الوطني المغربي. تمريره من صباح صغيره ولكن خطا لفائده المنتخب المالي. قراءة عكيسة، لعبت الكره مباشره سهله في يد الحارسه خديجه شيده شعلمه وسريعه، خرجت خارج ارضيه الملعب. تابعوا هذه الفرصه وهذه المحاوله، لاحظوا التمريره، الكره مشات سريعه وبعيده شيئا ما على اللاعبه ابتسام جريدي، بالتالي كتضيع هذه الفرصه وهذه المحاوله اللي كان بامكانها تعطي هدف ثاني لفائده المنتخب الوطني المغربي. سعود بواسطه اللاعبه ابتسام جريدي، نتابعوا الطريقه باش وضعت الكره سناء مسودي. هنا التمريره تصل لايمان سعود، وضعت الكره امام ابتسام جريدي اللي حاولت ان تركن الكره في الجهه اليسرى، تسديده قويه ولكن مشات فوق المرمى. لاحظوا العمل اللي قامت به لاعبه سناء مسودي على مستوى المراوغه ثم التمرير. ايمان سعود تحضر والحرمي، كره طويله، هذه محاوله خطيره بدات منتخب مالي، خروج ممتازه خديجه اربيشي. سنتابع هذه المحاوله وهذه الفرصه. لاحظوا الانطلاقه ديال اللاعبه تراوري اساطه، جاء في حدود الدقيقه السابعه. تمريره على مستوى الجهه اليسرى، هذه فرصه محاوله خطيره في بدايه المنتخب مالي، تدخل ممتازه حنان ايت الحاج. لاحظوا التدخل، مشات الكره تاكناوت، فاطمه تاكناوت تبدات من استرجاع كره ممتازه. تاكناوت امام لاعبه سيسوكو ليليان، فاطمه تاكناوت بعد امكانيه المراوغه، ترجع الكره لغزلان الشباك، تمريره، هذه فرصه محاوله بدايه المنتخب الوطني المغربي، دخول داخل منطقه الجزاء، تمريره، فرصه، فاتو ديمبيلي لعيبه اللي عندهم قامه طويله، رفعت الكره، خروج خديجه ربيشي، كره بالراس شكلت خطوره، صباح على المرتد هجومي لبدايه المنتخب الوطني المغربي. انطلاقه ديال غزلان الشباك، مشات فاطمه تاكناوت على مستوى الجهه اليسرى، في الوقت اللي سناء مسودي طلبات الكره، مسودي فرصه الهدف، هدف ثاني قادم، هدف ثاني، ضربه جزاء لبدايه المنتخب الوطني المغربي. واضح كان وضوء لاعبين غزلان الشباك. لاحظوا الانطلاقه ديال فاطمه تاكناوت، غزلان الشباك مرات بسرعه، فاطمه تاكناوت رفعت الراس ديالها، بان لها بان سناء مسودي داخل منطقه الجزاء تمرر بشكل ممتاز. هنا المراوغه، هنا التدخل، وهنا ضربه جزاء لفائده المنتخب الوطني المغربي. لاحظوا سناء مسودي مراوغه ممتازه والتدخل جزاء. غزلان الشباك تمكنتش من وضع الكره في الشباك، كان التدخل ديال كوناتي ادودو
لحظوا حتى غزال الشباك حاول ان توضع الكره في وسط المرمى، بالتالي كوناتي ادودو كان غزال الشباك وتدخل دائما فرصه، لكن مشات الكره تدخل ضربه غزال الشباك تمريره ممتازه عند سامع مسعودي، حصلت الكره دخول داخل منطقه الجزاء. هذه فرصه، هذه محاوله، امكانيه التمرير، فرصه الهدف ولكن تضيع. تسديده ابتسام جريدي وضعت الكره ايمان الدفره. غزال الشباك تمريره في اتجاه اللاعبه سناء مسعودي، هذه فرصه فاطمه تاقناوت البحث عن امكانيه التمرير، رفعت الكره داخل منطقه الجزاء. هذه فرصه ومحاوله، وصلت الكره لحنان ايت حاج، تسديده برا جانبا ممتاز، فرصه ومحاوله في ذات المنتخب الوطني المغربي، تسديده لاحظوا بقوه ممتازه تنفيذ هذه الركنيه. فاطمه تاقناوت لعبت الكره ارضيه، هذه فرصه ومحاوله، تسديده، تدخل والكره في الركنيه، تسديد للتنفيذ. 68 هذه الفرصه، لعبت الكره في القائم الاول، تدخل حنان ايت حاج على مستوى الجانب. هذه فرصه ومحاوله، تمريره في اتجاه اللعيبه ايمان سعود، هذه فرصه محاوله، امكانيه التمرير داخل منطقه الجزاء، تدخل وإمع الكره، دائما الخطوره، الحكم المساعد رفع الرايه والكره حنان ايت حاج سريع على مستوى الجانب. هذه فرصه ومحاوله، تصل الكره لايمان سعود، المراوغه، تمريره مره جانبا، فرصه قائم الايسر. نتابع هذه الفرصه وهذه المحاوله، التمريره اللي مشات بعيدا بامكان غزال الشباك. نتابع من جديد غزال الشباك، مراوغه كانت ممتازه، لاحظوا التوغل ثم كانت مطالبه بالخطا في برابط في الوسط، كتلعب الكره طويله على مستوى الجهه اليسرى. فاطمه تاقناوت خدات الكره، دي فرصه ومحاوله، امكانيه العرضيه، كره ارضيه غزال الشباك شو غادي تعمل الخطوره، محاوله خطيره غزال الشباك، دائما محتاج الكره، تدخل فائده المنتخب الوطني المغربي. سناء مسعودي انطلاقه ابتسام الجريدي، سناء مسعودي البحث على فاطمه تاقناوت داخل منطقه الجزاء، خروج الحارسه، رفعت كره داخل منطقه الجزاء، الراسيه خطيره، تدخل خديجه رميسيه. كما سنتابع للاعبه، كان كره لايمان سعود، سناء مسعودي، تمريره ممتازه عند ابتسام جريدي، هذه فرصه ولكن الحكم المساعد حتى انه يغلقوا كل المنافذ. في الوقت مشات الكره في جنوبنا عند حنان ايت حاج، رفعت الكره داخل منطقه الجزاء، هذه فرصه ولكن تغطيه حاضره. فاطمه تاقناوت حاولت يعني استرجاع الكره بدل المنتخب المغربي هو التحرك بسرعه، التحرك بدون كره، بالتالي ايجاد ومنح الحلول بالنسبه لباقي اللاعبات. هذه فرصه محاوله رفعت الكره في القائمه الثاني، فرصه سناء مسعودي. نتابع المحاوله، ايمان سعود تمرر، هنا التدخل ديال الحارسه كوناتي ادودو اللي بعدت الكره. نتابع هذه التمريره لانه لو مرات الكره كان هناك تواجد ابتسام جريدي، لاحظوا هنا التمويع، هنا المراوغه، دخول كما سنتابع. بالفعل كان هناك وضعيه تسلل، أزراوي كره مستوى الجهه اليمنى، تمريره لسناء مسعودي، فرصه، رفعت الكره ولكن في القائمه الثاني ما كانش سناء مسعودي، احتفظ الكره بالجهه اليسرى، سناء مسعودي، تمريره والحكمه تقول ترفع الرايه. كما نتابع، لا اعتقد انه كان هناك وضعيه تسلل، لا اعتقد، على الاقل ايمان سعود، غزال الشباك لايمان سعود، ما كاينش هناك وضعيه تسلل. هذه فرصه لفائده المنتخب الوطني المغربي، تمريره، فرصه، تدخل، دائما محاوله، خطات كره عند سناء مسعودي، داخل منطقه الجزاء، تمرر عند غزال الشباك، امكانيه تسديد غزال الشباك، مراوغه، تسديده عرضيه. يواجه المنتخب المغربي للسيدات نظيره المالي في ربع نهائي كأس افريقيا لكرة القدم المغرب 2024 عقب انتهاء الجولة الثالثة والأخيرة للدور الأول. وسيجرى ربع نهائي بين المغرب ومالي يوم الجمعة المقبل على الساعة 8 مساء بالملعب الأولمبي بالرباط. هذا وانهزم المنتخب المالي مساء أمس بالملعب الشرفي بوجدة أمام نظيره الجنوب إفريقي ب4-0 لحساب المجموعة الثالثة، ليحتل المركز الثالث ب4 نقاط، فيما كان المركز الأول من نصيب جنوب إفريقيا ب7 نقاط. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.